احنا من فين جينا؟ احنا اقليه، احنا شعب مضطهد، احنا شعب بيمر بحروب، احنا شعب ما بيطلع من ايده شيء. احنا ازاي وصلنا للنعمه رغم كل الظروف الصعبه اللي احنا عايشين فيها؟ بيقول لموسى للشعب اتذكروا، اوعوا تفكروا النعمه اللي انتوا عايشين فيها لان انتوا افضل من شعوب الارض، ولا لان انتوا اكتر، ولا لانه عندكم الامكانيات، ولا. وده اللي بيحصل اوقات كتير، وده مش غلط. نتباهى بالعرق اللي احنا جايين منه، نتباهى ببلادنا، نتباهى بقدراتنا، نتباهى بسلطاننا، بنتباهى بكل اللي عندنا. وفي الحقيقه ده مش غلط، لان كل واحد عنده ثقافته، عنده لغته، عنده ترانيمه، والحاجات دي حلوه. لازم كلنا نعمل ايه؟ نفضل محتفظين فيها، لانه ده يعني ميراث غني ورثناه من ابائنا واجدادنا. ففي الحقيقه لازم كل واحد فينا يفتخر من فين هو اجا، ومش غلط ابدا. بس قدام الرب ما ينفعش تفتخر وتفكر انه انا النهارده موجود هنا لانه احنا شعب كبير، لان احنا شعب عظيم، لانه انظر لتاريخنا، بص لحضارتنا وبص احنا من فين جايين. يقول لهم انتبهوا، عايز اذكركم بحقيقه انه انا الله بيقول اخدت المبادره وخرجتكم من ارض مصر من تحت ايد فرعون بذراع قديره. اذا احنا مين؟ احنا اقليه صحيح، بس احنا شعب مفدي. احنا شعب مفدي، احنا شعب ما عندوش اي حاجه تتباهى بيه غير انه الهه، وهو في ضعفه، وهو في عبوديته، وهو في خوفه، وهو ما عندوش اي شيء يقدر يقدمه. الله الذي هو غني في الرحمه من اجل محبته الكثيره، ونحن بعد خطاة مات المسيح لايه؟ لاجلنا. بالنعمه انتم مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو ايه؟ هو عطيه مين؟ عطيه الله. فاحنا مين؟ احنا شعب مفدي. طب مفدي على اي اساس؟ ولا شيء، من محبته، بسبب قوته، بسبب سلطانه، بسبب الصليب، بسبب القيامة أنقذنا وحررنا من كل شعب، من كل قبيلة، من كل أمة واللسان. دعاكي ودعاك علشان تكوني بنت وابنه، علشان نكون عيلة، نكون أهل بيت الله، علشان نكون هذه الكنيسة اللي الله فداها بدمه. علشان كده لما يجي حد يسألك انتوا مين؟ رقم واحد، احنا شعب ايه؟ مفدي. احنا شعب ايه؟ مفدي. واللي فدانا هو إلهنا، هو اللي خلصنا بذراع قديرة من ايد فرعون ومن تحت سلطان الخطية.